إيران وإسرائيل دولتين ينطبق عليهم مقولة صديق الأمس عدو اليوم. في الخمسينات والستينات كانت علاقتهم قوية جدا وبينهم تعاون اقتصادي وعسكري، لكن سنة 1979 لما حصلت الثورة الإسلامية في إيران عداها آية الله الخميني أو الإمام الخميني، وهو راجل ثوري وسياسي وزعيم ديني، وكان وقتها هو الراس الكبيرة في إيران. طلع وقال إن إسرائيل عدو صهيوني ولازم يتمحن على الخريطة. من بعدها عينك ما تشوفش إلا النور، وده اللي أنا جاي أقوله لك النهارده. اللي قاله الإمام الخميني بدأت إيران تدعم جماعات زي جماعة حزب الله في لبنان وجماعة حماس في فلسطين ضد إسرائيل، وده خلى إسرائيل تشوف إيران خطر وجودي، يعني بالبلدي كده يا روح ما بعدك روح. كمان إسرائيل خايفة من البرنامج النووي الإيراني، عشان كده إسرائيل طول عمرها مستهدفة بضرباتها المنشآت النووية الإيرانية واغتيال العلماء الإيرانيين. إيران بترد بهجمات وصواريخ عن طريق حلفائها زي جماعة الحوثيين في اليمن، وفي هجمات وصواريخ بتطلع بشكل مباشر من إيران لإسرائيل زي اللي بنسمع عنها مؤخرا. والحقيقة الضرب الإيراني المباشر ده بدأ لما اللعب بقى على المكشوف، لما إسرائيل سنة 2023 ضربت أهداف إيرانية في سوريا، فإيران ردت بهجمات صاروخية مباشرة على إسرائيل. خلينا نتخيل لو حصل حرب حقيقية بينهم، وده موضوع حلقتنا الأساسي. أولا مش عاوزة تنبسط وتفرح لو حصل حرب بينهم وتقول ملناش دعوه وادينا اللي نتفرج ونتسلى، لان الضرر هيطولك وقلها غلاء الاسعار ونقص المنتجات، وده لو دولتك ما شاركتش في الحرب، لان الحرب بين اسرائيل وايران مش هتبقى حرب بين دولتين، ده هتبقى حرب عالميه، لان الدولتين كبار عالميا والدولتين عندهم نووي. اسرائيل عندها نووي بس لما بتتسال لا بتنفي ولا بتاكد، وايران بتقول النووي اللي عندي لاغراض سلميه لانتاج الطاقه الكهربائيه، لكن امريكا والاتحاد الاوروبي بيقولوا عكس كده، ان ايران بتنمي قدرتها لتطوير الاسلحه النوويه. ده اللي بيخلي كل دول العالم تهدي الاوضاع لما الاوضاع تسخن بينهم. حرب زي دي هتلاقي اسرائيل وراء امريكا وانجلترا والمانيا ومعظم دول الاتحاد الاوروبي، وكمان حكومات زي حكومه الامارات والسعوديه هتدعم اسرائيل، لكن مش حبا في اسرائيل على قد ما كرها في ايران بسبب الخلاف الدايم بينهم. وما تستهونش بالامارات والسعوديه في حرب زي دي، لانهم بيمتلكوا مجتمعين 24% من النفط الموجود في العالم، في حين دوله زي ايران هتلاقي وراها روسيا، لان العلاقه بين روسيا وايران قديمه وقويه جدا، وده بسبب دعمهم لنظام سوريا السابق نظام بشار الاسد، ودعم ايران لروسيا في حربها ضد اوكرانيا لما زودتها بطيارات الشاهد 136، وروسيا بتبعت لايران دعم عسكري زي طيارات سوخوي 35. العلاقه دي اتطورت اكتر بعد اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه الشامله سنه 2025 اللي وقعتها روسيا مع ايران. ده غير السبب الرئيسي لما امريكا بتقول انا الناحيه دي، روسيا بترد وتقول وانا الناحيه الثانيه. وايران برضه هتلاقي وراها الصين بسبب مصالح النفط، الصين بتشتري كميات كبيره من نفط ايران، ولو حصل اي هجوم على ايران ده هيهدد المصالح الاقتصاديه الصينيه. وده غير اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه الشامله اللي وقعتها الصين مع ايران سنه 2021. وكمان ايران هتلاقي وراها كوريا الشماليه، ودول بالذات يتخاف منهم ان عندهم رئيس بيتلكك للكوكب، واللي هيدعم ايران جدا، لان العلاقه بين كوريا الشماليه وايران قديمه جدا من الثمانينات. وده غير ان ايران استفادت جدا من تكنولوجيا كوريا الشماليه في تصنيع صواريخ شهاب، غير عداء كوريا الشماليه الدايم للغرب. دعمها لايران هيخدم اجندتها في مواجهه الولايات المتحده وحلفائها، وكمان جماعات زي جماعه الحوثيين وحزب الله وحماس هيدعموا ايران. وما تستهونش بجماعات زي دي، لان الناس دي لما بتضرب ما بتعرفش الضربه جايه منين ومين اللي ضرب، ما لهمش زي موحد ولا علم، ومهمتهم يضرب ويجري زي حرب المناوشات اللي عملها اهالي الصعيد ضد الحمله الفرنسيه. بس خلينا اطمنك، عموما تدخل كل الدول دي سواء الدعم لايران او الدعم لاسرائيل بشكل مباشر صعب يحصل، لانها مش خناقه في شارع. يعني اكيد امريكا هتتدخل لصالح اسرائيل بكل الاشكال، سواء بشكل مباشر او بشكل استخباراتي او غيره، لكن دول الاتحاد الاوروبي هتسعى لتهدئه الاوضاع بسبب مصالحهم التجاريه في مضيق هرمز اللي بتشرف عليه ايران. ونفس الكلام ينطبق على الامارات والسعوديه اللي ليهم مصالح تجاريه في مضيق هرمز، خصوصا تجاره النفط. اما ايران فمن المؤكد ان كوريا الشماليه هتدعمها بكل الاشكال سواء بشكل مباشر او غيره، وده بان في تصريحات رئيسهم وادانته لاسرائيل. وكمان جماعات زي جماعه الحوثيين وحماس وحزب الله هيدعموا ايران بشكل مباشر، لان ايران بتمولهم. لكن دوله زي روسيا مش من المؤكد ان هي هتدعم ايران بشكل مباشر بسبب حربها مع اوكرانيا المؤخره، لكن من المؤكد انها هتدعم ايران بشكل غير مباشر. والصين برضو مش من المؤكد تدخلها المباشر، ان اهم حاجه بالنسبه لها ميزان التجاره العالمي
اللي بقالها سنين بتخطط وبتشتغل عشان توصل للنقطة اللي هي واقفة فيها حاليا. اللي دورها فيها هيتأثر جدا لو دخلت الحرب دي في صف إيران أو لو دخلت الحرب دي عموما، رغم إدانتها لإسرائيل وإعلان دعمها لإيران. لكن أضمن لك لو كل الدول اللي ذكرتها دي تدخلت بشكل مباشر، ضحايا الحرب دي مش هتقل عن الحرب العالمية الأولى والثانية، ده لو الكوكب ما اتدمرش، وساعتها هيعلن الإنسان البدائي عودته من جديد. بس كده، دي كانت حلقتنا. لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا رشيد، أقول لهم نهاركم سعيد. السلام عليكم.